السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي في فيديو جديد من فيديوهاتي، وإن شاء الله يوم جديد إن شاء الله مليان نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. دي تكملة الفيديو اللي عملت فيه الشريك المصري بأبسط المكونات. النهارده بعد ما طبعا بعد ما قطعته بالأشكال الجميلة اللي انتوا شايفينها دي بكذا شكل وبكذا يعني شكل، هسيبه لحد ما يتضاعف حجمه. طبعا دهنت الوش بتاعه بالسمنة، وقصدي دهنت الوش بتاعه بالبيض واللبن. بس قبل ما انسى، زي ما اتعودنا، ما تنسوش تضغطوا لي لايك وشير وسبسكرايب في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. انا هنا ابتديت اسويه بعد ما اتضاعف حجمه واتخمر وكل حاجة. هبدأ هنا اسويه زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ اسويه بالشكل ده. مشغله الفرن على درجة حرارة 180 وفي سخنت وكل حاجة. هبدأ أضيف الصواني بتاعتي صينيتين صينيتين، صينيتين من فوق وصينيتين من تحت على حسب رغبتك. بس بالله عليكي، أنا بتعب في الفيديوهات، شجعيني وبصوا حجم المخبوزات ضاعف حجمها ازاي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ ادخلها الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. صينيتين من تحت، بصوا الحجم بسم الله ما شاء الله اتضاعف. وانا دهنتها بالبيض من فوق واللبن علشان تديني وش احمر جميل، وهتشوفوا الاشكال بتاعته لما تستوي هتبقى بصراحة تحفة 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 بجد. هديت الفرن شوية علشان تستوي على نار هادية. المخبوزات عامة طريقة التسوية لما تكون فيها حاجة فيها خميرة لازم تسيبيها لحد ما تبرد وتوصل معاكي بالدرجة اللي انتي عايزاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ابتديت اطلع من الفرن، لقيته احمر في من تحت، وهبدا ارفعه على الرف اللي من فوق علشان ياخد اللون الذهبي. وهبدا اضيف حاجات تانية من تحت. يعني انا شلت الاتنين اللي من تحت حطيتهم فوق بعد ما استووا من تحت. هبدا احطهم في الرف اللي فوق علشان ياخدوا اللون الذهبي. وبعد كده هبدا احط غيرهم من تحت علشان فاهمين، ابدل بقى اللي تحت فوق واللي فوق تحت بالشكل ده. هسيبهم لحد ما يستوي على نار متوسطة، مش نار هادية، نار متوسطة يا بنات، علشان تفي بالغرض معايا وتبقى سهلة يعني لان انا اسويها وكده. تمام، تعالوا شوفوها شكلها بعد ما خدت اللون الذهبي الجميل. اللهم صل على النبي. حاجه طالعه كده بسم الله ما شاء الله، جميله جدا جدا جدا، حلوه قوي. بصوا البيض مع اللبن عامل شكل حلو قوي بصراحه. دي من احب المخبوزات لقلبي، انا بعشقها وبحب اعملها قوي بصراحه. جميله جدا وشكلها حلو قوي. بصوا الله اكبر، حاجه كده تفتح النفس بصراحه. هتعجبكم قوي وجميله جدا وفي منتهى الجمال والروعه. تمام كده. هبدأ اعمل كل حاجة بنفس الشكل، نفس التسوية ونفس الطريقة. بصوا هوريكم الشكل عن قرب اهو، وازاي شكلها حلو وشكلها جميل جدا وما كلفتنيش حاجة، كل التكاليف في البيت. وادي الشكل النهائي بتاع المخبوزات بتاعتي. تعالوا اوريكم طريقة حفظها وطريقة ان انا اشيلها من الصينية ازاي. طبعا اني انا عملتها دهنت الصينية بالسمنة. لما دهنتها بالسمنه ما خدتش معايا مجهود في ان انا اخرجها من الصواني. وطبعا لما دهنتها باللبن من فوق ادتني شكل حلو قوي، شكل جمالي جميل جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش حلو بس وهش جدا. بصوا تعالوا شوفوا شكلها من تحت وقد ايه هي هشه وجميله. بصوا بتتخلع معايا بكل سهوله من الصينيه وما بتتعذبنيش ولا اي حاجه. بصوا التسويه مش قادره اقول لكم 10/10. حاجه كده جميله قوي 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 اهي. شايفين حلاوتها، شايفين الجمال. بصوا الحلاوه، بصوا الجمال. تمام، حلوه قوي يا بنات، جميله التسويه بتاعتها حلوه قوي. بصوا هش ازاي، بصوا تدوسي عليه كده تضغطي عليه يرد لك تاني. شكله حلو قوي. والله العظيم بيطلع بالصينيه في منتهى السهوله، يعني في ثواني بيطلع من الصينيه اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ اجيب حاجة كده افرش صينية عليها حتة قماش او فوطة، وابدأ اطلع العيش بتاعي عشان ما يعرقش في الصواني بتاعته. عملت كمية حلوة وكمية جميلة، ما كلفتنيش كتير بس ادتني نتيجة حلوة قوي قوي بصراحة. بدأت اطلعه من الصينية، ولازم الخطوة دي تعمليها كويس قوي. طريقة تخزينه بقى، طريقة التخزين بتاعته هتعملي الكمية اللي انت حباها. بصوا التسوية يا بنات من كتر الجمال عايزة اوريكم واحدة واحدة. بصوا التسوية وقد ايه هي هادية وقد ايه هي جميلة. بصوا الاشكال الحلوة اللي انا عملتها،
حاجة جميلة جدا. انا بطلعهم على الفوطة علشان ما يعرقوش في الصواني ويطلعوا معايا بكل سهولة، ولما تدهني الصينية سمنة بتديك النتيجة دي، ولما بتدهني الوش بيض بتديك النتيجة دي. حاجة والله العظيم في منتهى الجمال والروعة، جميلة قوي 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 يا بنات، ملهاش حل بصراحة. زي اهو بصوا بسم الله ما شاء الله، العجينة كانت ناجحة مليون المية. يعني والله العظيم انا بعمل كميات زي كده بعد ما بتبرد خالص بحطها في اكياس واحطها في الفريزر، وقبل ما اجي استخدمها اطلعها بكل سهولة، هتلاقيها فكت معاكي عادي جدا. الطريقة دي تستخدميها، يعني تعملي كميات زي ما انا عملت كده وتحفظيها في الفريزر بنفس الطريقة، بعد ما تبرد هتتكيس في اكياس وتتحط في الفريزر. وقت ما تحبي تستخدميها بقى تطلعيها بعديها بساعة تستخدميها عادي جدا من غير ما تسخني فرن ولا اي حاجة. هي هتفك من التلج اللي هي فيه، وهتلاقيها كأنك لسه خبزاها بالظبط. الكمية الكبيرة الحلوة اللي عملتها دي كانت اكتر من 2 كيلو، يعني انتوا الكيلو هيعمل معاكم برضو كمية وفيرة. مش مكلف خالص والله، مش مكلف ابدا. طريقته حلوة قوي 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 وجميل جدا جدا، يستحق المشاهدة، ويستحق انكم تضغطوا لي لايك وشير واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد مني، من مخبوزاتي، من وصفات حلوة هنعملها مع بعض، هتغنيكي كتير عن حاجات تشتريها من بره. الاشكال حلوة قوي وهو هش جدا، انا من كتر حلاوته زي ما قلت لكم ببقى عايزة امسك واحدة واحدة اوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا مش لازقة في بعض، في منتهى السهولة بتتفكك من بعض. كمية حلوة، شكلها يفتح النفس بجد، هتشجع الولاد ان هم ياكلوا. طبعا احنا بنعاني من العيال ان هي تاكل وكلوا ما تاكلوش كلوا ما تاكلوش، لكن الطريقة دي هتعجبهم جدا. وانك انت تدهني الصينية سمنة بتطلع معاكي الحاجة هشة وجميلة، وبتطلع معاكي بكل سهولة بالشكل اللي انت شايفاه ده. طريقتنا سهلة ويا رب تكون عجبتكم واستفدتم منها. ما كلفتنيش حاجة، طلعت معايا بكل سهولة، سويتها. اهم حاجه الفتره اللي بين كل فتره وفتره، يعني انا بعد ما عجنت سبته يخمر، وبعد كده فكيت الخمر بتاعه، وبعد كده لما قطعته دهنت وشه بالبيض واللبن، سبته برده يخمر لحد ما يتضاعف حجمه. وبعد كده ابتديت اسويه في الفرن على نار، بعد ما سخنت الفرن كويس قوي بدات يعني اسويه على نار هاديه. هيطلع معاكي هش وجميل وجميل جدا، وحاجه في منتهى الجميع، في منتهى الجمال والروعه. هتعجبك جدا والله. احلى شريك في الدنيا ممكن تشوفيه او تعمليه، اعمليه بالطريقه دي هيعجبك جدا، هتديكي نتيجه مرضيه ونتيجه جميله جدا. بس اتبعيها واعرف افهمي تفاصيل الموضوع، وشوف الفيديو اللي قبل كده اللي فيه طريقة العجن والمكونات، هتعجبك جدا. كل حاجة عملناها مع بعض هنعملها دايما حاجات احلى واحلى منها بإذن الله، حاجات في منتهى السهولة تديكي الطريقة دي وتديكي النتيجة دي اللي ما يختلفش عليها اتنين. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي بإذن الله، ومتنسونيش في لايك والشير.